اخبار ده ايه بقى عند الناشئين؟ بعافيه شويه بعافيه شويتين 3 ايه بقى 4. احكي لنا يا استاذ يعني عشان احنا يمكن عندي بنات بعافيه ما بيلعبوش كوره، هو مش عايش زينا اولاده ما بيلعبوش بيلعبوش كوره. بعافيه هو غصب عنه، يعني هي البعافيه ديت بتبقى غصب عنه. هي بعافيه ديت بتبقى يعني تعليم، بعافيه دي بتبقى سلوك، بعافيه دي بتبقى بيت، بعافيه دي بتبقى تربيه، بعافيه دي بتبقى ظروف اقتصاديه. فانت كمسؤول عايز تعالج كل ده. لا يعني خلينا ناخد مثلا حته. نعم. انت كراجل يعني مدير المنتخب، او انت راجل رئيس الجهاز الفني بتاع تحت 17 سنه، لما بتتكلم مع حد فيهم على موضوع التعليم، هل هو بالنسبه له انترست انه يكمل ولا لا؟ انا شايف حلم محمد صلاح اللي هروح ليفربول وابقى ملياردير ومش هلعب كوره، ولا التعليم ده يمثل بالنسبه لي شيء؟ ولا بيكلموك لا بص، لا والله يعني بس بنحاول، بس الوقت والتدريب ميعاده وحش ولا موضوع الكوره يعني؟ لا انا بس انا بقالي فتره بتكلم في حاجه مهمه جدا. من بعد جيل ال 2000، من بعد جيل ال 2000 او من جيل ال 2099، من الحته دي السلوك العام اتغير في مصر. كوره احنا كمان كاولياء امور، النهارده انا شعر ابيض، يوسف اتجوز، احنا بدانا هنا نهتم بكل حاجه، نهتم بالصناعه، نهتم بالتعليم، نهتم بان احنا ازاي نوصل. بس مش كل الناس بتبقى عندها الامكانيات اللي تعمل كده. لكن انا شايف ان الاجيال اللي جايه دي كلها النهارده بنتكلم في لعيبه 2007 اللي هم جيلي انا. لا الناس استوعبت يعني ايه انت مش هتنجح الا لما تكون متعلم، انت مش هتنجح الا لما تكون مثقف، انت مش هتنجح الا لما تكون بتعرف تتكلم لغه. كل الحاجات دي صلاح ما اتولدش صلاح مشي عنده 18 سنه ولا حاجه، النهارده بقى صلاح في الصخر بالظبط. فانا بدعي ان قطاع كبير جدا، مش بدعي لا متاكد ان قطاع كبير جدا من المجتمع اللي مهتم بالكوره بتاعتنا وبالشغلانه بتاعتنا دي بقى عارف يعني ايه نمشي الاتنين مع بعض. انا النهارده هطلع مع يعني انا جاي لك وانا جايب ابني من الدرس وموديه جلسه علاجيه وبكره هيروح التمرين، فبقينا كلنا المعظم مننا او اللي عنده القدرات دي بقى يعمل كده. وحتى اللي ما بقاش عنده القدرات دي بقى يضغط على نفسه ويتصرف ان هو يوصل. لانه معلش يا فادي، انا النهارده بجيب ابني بعربيه، فانت بتشوفني امكانياتك مش زي امكانياتي، مش زي امكانيات منصف. هو بيحاول كمان يضغط على نفسه ويعمل ستريس عشان يوصل ابنه لنفس المرحله. لو النهارده انا يوسف مالك ابني بيتكلم في البيت بلغه وبيتكلم في النادي بلغه، انت فاهمني ازاي؟ دي حلوه خلي بالك. انا بحب دي جدا. طبعا يعني الدبل شخصيه ده عالمي. اسامي اللعيبه نفسها اسامي علمك عالمي ده. اسامي اللعيبه بينطقها بشكل في البدايه اسامي اللعيبه واحنا قاعدين نتفرج كده هو اللي ولا في البيت. طبعا فبالتالي هينجح. اللعيبه كلها دلوقتي والمجتمع كله بقى عايز يواكب نفس البتاع. بس انت بتتكلم في امر خطير بقى، لان انت مالك او اللي في سنه ابن اي حد اللي بيتفرجوا علينا عايش نفس المود ده، محتاج ان هو يبقى عارف السيجمنت اللي هو بيبقى فيه في وقت الكوره، وده لازم يكون هو متعلم كفايه ومثقف. والثقافه مش ثقافه قرايه، ثقافه انه يقول امتى فين مع مين مع منين. والاربع حاجات دول صعبين طبعا، صعبين جدا. لازم يبقى وراهم بيت، وراهم قائد بيحاول يعلم شويه، فاهم؟ انما السوق بتاع الكوره يعني انا كنت مثلا واخدني شويه سؤال، انت راجل من اللعيبه القليله في وجهه نظري اللي لعب في اكتر من مركز واجاد في كل مركز، اكيد وانت راجل مدير فني واقف في السيشن بتاعتك في المعسكر، فانت المساك هيغلط، فانت هتعرف تقول له عشان انت لعبتها الوينجات عشان انت لعبتها نص ملعب عشان انت لعبتها. خد بقى المفاجاه، وانا في اختيارات اللعيب اللي بيلعب في اكتر من مكان ده يلعب، يعني دلوقتي اللي بيلعب في مكانين يا فادي منسى يا عيني عليك وعلى جمالك. انا بقى كنت بلعب مثلا فبالنسبه لي الخيار الاول، يعني مثلا النهارده كنت بتفرج على مباراه لعيب في نادي زد، بدا المباراه في مكان وبعدين نهى المباراه في مكان تاني. يا حبيب قلبي، وانا اصلا هو في اختياراتي، يعني هو في المكانين بالنسبه لي حل حتى لو مش بنفس الاجابه بس حل بالظبط. انت فاهمني؟ فالحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي، انت رؤيتك ايه؟ موضوعك ايه؟